السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متابعين القناة. النهاردة بقى نتفرج شوية على نقلة للريف المصري، الريف البسيط الجميل اللي فيه حاجات كتير جدا جدا احنا محتاجينها نروق بيها النفسية الصعبة، المشاكل، الهموم، الأزمات المالية والمادية والنفسية والعاطفية، استجمام. أعباء المدينة بقت صعبة، هموم، مشاكل، جحود، طمع، جشع. كل واحد باصص في رزق التاني. حتى المجتهد مش عايزينه يبقى مجتهد، بيتحارب. نفوس مريضة، نفوس ضعيفة، قليلة الإيمان، قليلة الدين، بقت بتاكل في النفوس، يعني النظيفة. لا، يعني بجد فعلا أجمل حاجة، وبجد فعلا نفسي الواحد يعملها ان ناخد حتة ارض كده لوحدي، في منطقة ريفية بعيدة عن العالم كله، اجمع فيها كل حبايبي اللي بحبهم، الناس الطيبة اللي قلوبهم نظيفة، اخدهم يعيشوا معايا في المكان ده. نعتمد على الاكتفاء الذاتي، اللي هو نزرع وناكل، ننتج وناكل، كل حاجة تبقى ريفي كده، اللي هي زي ما بيقولوا حاجة كده، بواسطة يعني اللي هو يعني من خلال يعني ايه ايدينا. زرعت هتاكل، ما زرعتش مش هتاكل. نوفر فيها بقى كل المحاصيل، نرجع لنظام المقايضة، اللي هو اللي عندك عندي واللي ما عندكش انا ممكن ابدلهولك بحاجة تانية. نراجع النظام ده. بجد فعلا خلاص انا زهقت من نظام الفلوس، وزهقت جدا من الاسعار الغالية والوضع بقى صعب قوي بجد فعلا. الواحد نفسه ينعزل كده وياخد حبايبه معاه، يعني ياخد اهله، الاسرة بتاعته، ولاده، ابوه، امه، اخواته، وينفرد كده في مكان، نربي فيه شوية حمام، على شوية مواشي، على شوية غنم، على شوية معيز، أرض خضرة، مناظر جميلة، هوا نضيف، الأكسجين الجميل الحلو، بعيد بقى عن زحمة المواصلات، وبعيد عن زحمة الناس والدوشة والمحلات اللي بتخش عشان تجيبي منها حاجة تقعدي، يعني بتتأكلي، يعني بتخشي في حرب تانية داخل السوبر ماركت، ما بين الزحمة، ما بين غلاء الأسعار، ما بين انك تدوري على حاجة تبقى الأرخص أو في متناول الإيد عشان ما تلاقيش الحاجة الغالية. بجد مود المدينة بقى مود يقرف. طباع المدينة بقت طباع تقرف. الناس ما بقاش كلهم كويسين، إلا من رحم ربي، عدد قليل جدا هما الكويسين، والباقي ربنا يلطف بينا بجد فعلا. الريف مفيش أجمل منه، تزرع فاكهة، تزرع خضار، تزرع كل حاجة، وتاكل اللي بتحصده، ولا هتحتاج انك تصرف كتير ولا قليل حتى. هيبقى معاك فلوس، بس هتحتاجها لما تحتاج، يعني ان انت حاجة مهمة، لكن انت بتحقق الاكتفاء الذاتي من خلال اللي انت بتزرعه. حياة جميلة جدا جدا بجد فعلا. يا جماعة فكروا في المشروع ده، ان كل واحد ياخد له حتة ارض زراعية، ايا كانت بقى المساحة، مش مهم، يبني عليها بيت، برج حمام حلو، بيت كده 3 ادوار، يجمع فيها اهله وحبايبه وناسه، ويعمل بقى سمنة فلاحي، والمنتجات الطبيعية الجميلة اللي مفيش منها بدايل. بجد يا ريت نرجع للزمن الحلو ده. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بلايك حلو منكم.